مسلسل النهاردة بيتكلم عن مجموعة شباب في الجامعة فيهم بنت وولد هيحبوا بعض في طريق الرحلة من الإعجاب للحب تقريبا هيخلي كل الناس اللي في المسلسل يرتبطوا. علشان ما نطولش تعالوا بينا ندخل في الأحداث على طول. بيبدأ المسلسل معانا بشيان وهي راكبة العجلة وماشية بسرعة علشان تلحق امتحان الأمور بتاع الجامعة، بس فجأة بتلاقي الناس ملمومين وبيطلع إن في واحدة ست مغمى عليها في الشارع وجنبها واقف شاب، والشاب ده هو لنغ. ما بيكونش عارف يعمل أي حاجة، بس الشام بتعمل للست الإسعافات الأولية، ولما لانغ بيتصل بالإسعاف حتى ما بيعرفش يوصف لهم المكان اللي هما فيه، فجيم بتاخد منه الموبايل وبتوصف لهم المكان وبتحاول تمشي علشان تلحق الامتحان، بس لانغ بيمنعها وبيقول لها احنا ما نعرفش انت عملت في الست ايه، يا يمكن تكون ماتت. وللأسف بتضطر شيان ده تفضل موجودة لحد ما بتيجي الإسعاف، ولما بتوصل الجامعة بيكونوا دخلوا خلاص وقفلوا الباب لأن عدى 17 دقيقة. لكن في السنة اللي بعدها بتحكي شيان وبتقول إنها فضلت حزينة علشان ما قدرتش تدخل كلية الطب اللي كانت عايزاه، لكن قدرت تدخل كلية تانية مشهورة جدا، ودخلت كمان قسم اقتصاد، ودي أفضل حاجة لأن الجامعة دي فيها بنت عمها بيزي. وأول يوم في الجامعة بسم الله كده كانت شيان واقفة بتوزع ورق، وفجأة بيجي شاب بموتوسيكل وكان هيخبطها لكنها بتقع على الأرض، فالشاب بيقف وبينزل يساعدها علشان تقوم، وبعد كده بيلف ظهره ويمشي. لكن شيان بتتضايق جدا وبتحدفه بالشنطة بتاعتها فبيقع الشاب على وشه، وشيان وبيزي بيجروا هما الاتنين علشان يستخبوا. ومين بقى كان واقف بيشوف المشهد ده؟ هما الأختين العقارب سيتي وشون. ملحوظة هما مش أختين بس، هما أصدقاء جدا، وشون بتحب الشخص اللي واقع على وشه واللي بنكتشف إن هو نفسه لنغ. بعد كده بتروح شيان علشان تحضر المحاضرة بتاعتها، وقلنا الصدف إنها بتقع جنب لنغ، ولما بتلاقيش مفر تعتذر ليه عن اللي حصل، بس هو بيطلب منها رقم تليفونها وهي بتطنش، وبيكون قاعد جنبه ابن عمه رونغ، وبتطلب المعلمة إن حد يروح يجيب الكتب، فبتطوع شيان ولا أنا كمان بيقوم بيروح وراها. هو بيساعدها وبيشيلها عن الكتب، فهي بتشكره وبيجي لها مكالمة فبتضطر إنها تمشي، وبتوعد لانغ إنها لما تيجي بكرة هتديله رقمها علشان هو ساعدها. وبالليل لانغ بيجيله كابوس وبيكون شاكك إن هي نفسها البنت اللي أخرها من سنة على الامتحان بتاعها. وتاني يوم ما بتكونش واقفة مع بيزي، وبنعرف إن في أشهر 3 ولاد في التنس في الجامعة دي، وكانوا اسمهم الفرسان التلاتة، وهم من عيلة به اللي هم لانغ ورونغ وروشوان. وبما إن شيان بتعشق التنس فدخلت في مجموعة التنس، بس بنكتشف إن سيتي عملت مقلب وكسرت المضرب بتاع البنت اللي هتلعب قدام شيان، بس علشان لما بتعرف بتبدل المضرب مع البنت التانية اللي بتكون مبسوطة جدا. وهما بيلعبوا الماتش بتكون شيان متفوقة عليها والمضرب بينكسر خالص، وده اللي بيوقف البطولة كلها، بس وقتها لما المدرب بيعرف بموقف شيان بيخليها هي اللي تفوز وتتأهل، وطبعا ده اللي بيضايق سيتي جدا. وبيجي الهم وابن عمه وبيكونوا جايبين مية للفريق، بس هو بيحاول يتقرب من شيان. وفعلا تاني يوم بيتوافق انهم يتغدوا سوا، وهم قاعدين بتشوف لقاء صحفي مع الانسة شي، ودي زميلة اكبر منهم في الجامعة، وبنعرف انها عازفة بيانو مشهورة جدا. وبيجي سؤال ليها لو هي مرتبطة، وفعلا شين بتبتسم وبتقول انها مرتبطة بشخص من 4 سنين وبتحبه جدا، وانه اعترف لها بده عن طريق انه اداها هدية مفتاح محفور عليه اعترافه بحبها. وابنك تشوف ان الشخص ده هو شوان الفارس الثالث، لكن في الوقت ده بيكون شوية قاعد في مطعم مع واحدة لان مرات عمه مامة لمانغ مدبره له لقاء جواز، وشين بتشوفه بالصدفة وبتسيبه وبتمشي لانها بتفهم كل حاجة لما بتشوفه. اما بتبقى لانغ وشيان فبيخلصوا الغدا، ولا بيفضل يرخم على شيان، لكن هي بتشكره وكمان انه هيعلمها التنس، ولما بتقول له انه ممكن يلعب معاها مباراة فبيقول لها انه موافق على الرغم انه بقاله سنة رافض دخول اي مباراة. وتاني يوم الخبر بينتشر في الجامعة كلها، وطبعا أكتر اتنين بيتضايقوا هما سيتي وشوان. في الوقت ده بيكون لانغ في دار الأيتام لأن كل فترة مامته بتبعته الألعاب وحاجات للدار، وبيكون معاه ابن عمه رونغ هنا بيطلب منه يكون ودود شوية وبيديله حلويات علشان يديها لبنت صغيرة، وفعلا بيروح يديها الحلويات. في الوقت ده شيان بتشوفه، على الرغم البنت بتكون متوترة بس هو بيديها الحلويات وبيمشي لأنه جاله مكالمة، بس بيكون في زميل ليها في الدار شاف الموقف واتضايق جدا وشكله كده معجب بيها. وبيعدي اليوم وبالليل شام بتكون قاعدة مع بنت عمها وبيتكلموا سوا، وخصوصا إن الكلية كلها ملاحظين اهتمام لانغ بيها، بس بيجي لها اتصال إن البنت الصغيرة اللي اسمها تيان مش موجودة. ولما بتخرج وبتدور عليها بتلاقيها قاعدة لوحدها بتعيط، فبتسألها في إيه وبتقول لها إن الأخ الكبير اتريق عليها وإن نظرها ضعيف وشير، للأسف بتفكر إن الشخص ده هو لانغ. وتاني يوم بتكون المباراة والكل طبعا بيحاول لانغ، لكن بيحصل محدش كان متوقع وشيال مش بتيجي أصلا، وبتكون اصلا انها ما جاتش. وانا اعرف ان شين شغاله في اوتيل كبير، وكان في اليوم ده موجود في الاوتيل شين وشوان، لكن شوان بتقول له خلينا ننفصل لاننا خلاص تعبت من علاقاتهم، وان ده انسب ليهم. بيكون شوان مصدوم بالكلام ده، لو واضح قد ايه هو بيحبها، بس هي بتسيبه وبتمشي، وبيكون كل الكلام ده قدام شيان.
واللي بيطلب منها شوان لو شين جت هنا تاني تخدمها كويس وبيمشي. وهو بالصدفة بيجي لانغ علشان يسلم على ابن عمه وبيلاقي شيان قدامه، فبيطلع يجري وراها، ولما بيمسكها برسالة هي ليه ما جاتش. فشوان زي أي بنت بتزعق ليه وبتهزقه وهو مش فاهم أصلا إيه اللي حصل. ولكن بالصدفة واحد معدي من وراهم فبيزقها عليه وبيبوسوا بعض. يلا مش مهم الموقف اللي بعده. أما بيزي فبتكون مروحة في يوم بالليل، فبيطلع عليها 3 شبان وواحد منهم بيطلب منها اديله الفلوس اللي معاه، وهي بتديله الفلوس وبتكون خايفة لأن بيزي شخصيتها ضعيفة جدا. والغريب إن هو بيديها ورقة وبيقول لها ده دين عليها، هبقى أسددهولك بعدين. صاحبتنا بقى سيتي تتصل بصديقتها شوان، ولما بتلاقيها متضايقة من شيان بتسكت. لأ ازاي، تقوم مكلمة بنت ومدبرة مشكلة لشيان، بس هي كل ده ما تعرفش أي حاجة عن اللي سيتي قاعدة بتعمله. وتاني يوم الصبح بتفطر شيان اللي بنعرف إنها عايشة مع عمتها وعمها وبنتهم بيزي. ولما بتروح الشغل بتلاقي الصف كله واقف والمديرة بتاعتهم واقفة، وإن في واحدة متهمة شيان إنها سرقت منها مبلغ صغير. لكن شيان بتتكلم بكل ثقة وكمان بتطلب إن هم يراقبوا الكاميرات ويفتشوها. وقتها البنت اللي بترتبك وبتعمل نفسها إنها بتدور على في هدومها وبتلاقي الفلوس فبتعتذر لها. لكن الموضوع ما بيقفش هنا، لأن بالصدفة شيان بتسمعها وهي بتكلم سيتي في التليفون، فبتسجل لها المكالمة وبتقول لها شيان إنها سابت لها المكالمة وإنها مش هتعمل حاجة بس ما تتأمرش عليها تاني. وبتخرج شيان وبتلاقي شين واقفة مستنياها هو، وبتقول لها إنها عارفة إن هي اللي كانت موجودة وبتخدمهم يوم. وما انفصلت عن شوان بتطلب منها إنها تدي لها الهدية اللي كان جايبها لها أول ما ارتبط، وهي الميدالية والخاتم اللي مكتوب عليه اسمهم. قد إيه شين بنت لطيفة ورقيقة جدا. وتاني يوم بيحاول جوز العقارب إن هم يرخموا علشان يقولوا لها إنها بنت مش كويسة، وعلشان كده عايزة لانغ يعملها بطريقة خاصة. لكن بيجي لانغ وبيوقفهم عند حدهم، على الرغم إن هو وشون أصدقاء من الطفولة. بعد كده بنلاحظ لانغ بقى معجب جدا بشيان، لكن مش عارف يعمل إيه ولا يعترف لها بحب. وخصوصا بنتأكد إن هي دي البنت اللي قابلها السنة اللي فاتت. لكن مامته بتعرف إن هو مفطرش فبتاخد الأكل وبتدخله، وبنكتشف قد إيه يا ست لطيفة جدا وطيبة. وكمان إن ابن عمه الكبير شوان عايش معاهم في نفس البيت وبيروحوا وراها علشان هي تعمل شوبينج. وبالصدفة بتكون شيان شغالة برضه في محل الملابس، شاطرة والله بتلقط رزقها. وفعلا الأم بتجيب لبس كتير، ولانغ بقى أول ما بيعرف إن سوان موجودة عينه بتلمع. وتاني يوم بتروح شيان للمسبح بتاع الجامعة، لكن الحربيتين ما بيقفوا قدامها ومش بيبقوا عاوزين يدخلوها. في الوقت ده بيجي لانغ وبيدخلها غصب عنهم، وبيفضل يفكر بالليل هو ازاي هيقدر يعترف لها بحب وافكار كتير مجنونة. بس بيقرر انه يعمل تورتاية ويعترف لها بحبه على الدقيقة كده. وقبل ما بيمشي بيبقى موضوع لطيف جدا لدرجة ان هو بينظف البيت. والخدامة بتقول الكلام ده لمامته اللي بتقول اخيرا واحد من ولادي عرف يعني ايه حب، انا كنت فاقدة الامل فيهم. وما تعرفش ان الغلبان شوان لسه قاطع علاقته بحبيبته. وبيروح لانغ على الكلية بيلاقي شين واقفة مع ابن عمه وشوان وبيتهزقوا وبتديله الميدالية بتاعت شين، لكن بيتهزقوا ان هو يسيبها بعد 4 سنين، وكمان انه لحد دلوقتي ما قالش لأهله على ارتباطه بيها وحاجات كتير كده. لكن شوان كان بيتألم في صمت وبيطلب منها انها تفضل جنب شين. ولما بتخلص وبتروح تقعد معاه لانغ فبيجي يتكلم معاها فبتهزقها هو كمان، وبتقول له انتوا عيلة كلكم ما عندكوش دم اصلا. وبتهزقه برضه على الموقف بتاع الطفلة تيان، وهو يا عيني مش فاهم اي حاجة في اي حاجة. ويروح رعد مع رونا وبيفضل يحطم في الكيكاية اللي كان جايبها وهو متضايق. ولما بيروح تاني يوم المسبح ما بيهتمش خالص، لدرجة انه لما بيعرف ان شيان بتتخانق مع البنتين الحربيتين لانهم خدوا هدومها ما بيهتمش، لحد ما بيشوفها وهي بتنط في المية بهدومها وكانت هتغرق، فبينط وراه بسرعة لانغ وبينقذها. بس للأسف بيكون مغمى عليها، وأول ما بتفوق بتسيبهم وبتمشي بسرعة. واللي لانغ بيفضل يدور عليها وبيبعت لها ريكوردات وهي ما بتردش عليها. وكل ده وبنكتشف إنها قاعدة لوحدها بجنب وبتفتكر الماضي، وإنها كانت هتغرق قبل كده وباباهم ومامتها أنقذوها. وبنعرف إن باباها ومامتها عايشين لكن في جنوب أفريقيا وبيساعدوا الدول اللي فيها مجاعات، لأن مامتها دكتورة وباباها مهندس، وسابوها عند عمتها من سنين وهي صغيرة وهي ما شافتهمش لحد دلوقتي. وبعد ما بتاخد كفايتها من العياط بتقوم تمشي، بس شون بتشوفها وبتهزقها، ولأنها دايما مصممة تحرج لانغ على الرغم إن هو بيعمل معاها اللي ما عملوش مع حد، وإن راجع يلعب تاني علشانها. لكن في الوقت ده شيان بتقول لها إن محدش فارق معاها ولا حتى لانغ بتاعها ده، وبتسيبها وبتمشي. لكن الحربيتين دول بيقعدوا مع بعض وبيكونوا مش طايقين شيان. فسيتي أم غل بتقرر إنها توقع أكتر بين شيان وشون. وشيان لما بتروح تكلم شوان وبتسأله عن سبب اعتزال لانغ للتنس، فبيقول لها إن السنة اللي فاتت لعب ماتش النهائي مع شاب اسمه سي جي، لكن الشاب ده جه في نهاية المباراة بعد ما انهزم، وقال ان هو انهزم بمزاجه علشان مامة لانغ رشت عم سي جي. ولما بيروح لانغ بيكتشف ان الكلام ده صح، وعلشان كده بيقرر انه ما يلعبش تاني. لكن شيان ما بتعديش الموضوع كده، ازاي لازم تتصرف. وتاني يوم بتبص للمدرب بتاعها اللي مكسور وبتحاول انها تجدد فيه على قد ما تقدر.
وبتروح علشان تتدرب، ولانغ بيقول لها انه هيدربها لوحدها لو هي عايزة. طبعا شون بتتضايق جدا وبتطلب منه يدربها هي كمان، بس هو بيرفض. ولما بتتريق شون على المضرب بتاع شيان بياخده لانغ علشان يشتري لها مضرب جديد. في الوقت ده بتكون شين قاعدة في الكافيه، ومامة لانغ بتيجي وبتسلم عليها على اساس ان هي صديقة شوان القديمة، مش صديقة حب، لا اصدقاء عادي. ودي اكتر حاجة بتجرح شين، لان هي حتى عيلته ما يعرفوش بعلاقتهم. وده اللي بيخلي شيرين تخرج من المكان وهي تعبانة جدا. وبالصدفة بيشوفها لانغ بعد ما بيكون وصل شيان لبيتها، وبيغمى عليها في الشارع، ولانغ بينزل بسرعة ياخدها ويوديها على المستشفى. أما بيزي فبيقابلها نفس التلات ولاد، والغريب إن هما بيعتذروا لها وبيقولوا له إنهم هيرجعوا لها الفلوس تاني، بس يا عيني بتبقى خايفة منهم جدا. وبتفوق شين وبتلاقي شوان جنبها، لكن بتسحب إيديها من إيديه وبتقوم علشان تمشي. ولما بيحاول يعتذر لها بتنفجر في شين وبتقول له إنها استحملت 4 سنين من عدمه اهتمام بيها، وإنه بيفضل شغله، وإنه بيتعامل معاها زي ما بيتعامل مع أي بنت عنده في الشغل. وإن هي أكتر حاجة متضايقة من أسلوبه هو إنه ملوش حدود في التعامل مع الناس، لدرجة إنه بيخرج في مواعيد موعودة وهي معاه وبتسيبه وبتمشي وبتقوله إن ده قرارها النهائي. وتاني يوم ما بتروحش يعني تقابل سي جي، وبتحاول تقنعه إنه يلعب مباراة تاني ضد لانغ، لكن هو بيرفض لأنه شايف إنه ضعيف جدا، بدل إن مامته رشت أهله علشان يخسر قدامه. لكن شيان كعادتها مش بتتفهم وبتفضل تزعق له وبتقول إن هو بيدربها وإنه شخص لطيف جدا، وتخليه كمان يشوف إن هو بيدربها علشان يوافق على المباراة. وفعلا تاني يوم وهي بتتدرب مع لانغ بيجي لها اتصال من سي جي، فبتخرج بسرعة وبتديله الكاب بتاعها علشان يبص عليهم من بعيد. وفعلا بتلاقي لانغ بيدربها وبيعاملها بطريقة كويسة. وهي مروحة بقى بالصدفة بتلاقي بيزي قابلت التلات ولاد دول، وبتوقف شيان تتخانق معاهم. وكمان بيجي لانغ، بس الأولاد بيهربوا ومحدش بيقدر يمسكهم. وبيجي يوم المباراة اللي ما بين شيان وشون، وبيكون اللعب كويس جدا، بس للأسف شيان بتوقع ورجلها بتتلوي. وبيحاول لانغ إنه يشجعها، فبيقول لها إنها لو قامت ووقفت على رجليها هيوافق إنه يرجع تاني لفريق التنس. وفعلا بتعمل كده وبيوافق إنه يرجع لفريق التنس. وهل شوان تسكت؟ مستحيل. تقوم راحت لرئيس النادي وبتفكره إنه زمان كان حاطط مكافأة 2000 يوان الشخص اللي يقنع إنه يرجع لفريق التنس، ودلوقتي شيان أولى بيها. وفعلا المدير بيوافق، وراحت شوان البيت لانغ وبتقول له ان على فكره علشان عملت كل ده علشان المكافاه مش علشانك. وللاسف هو بيصدق. وتاني يوم بتروح شيال لسي جي اللي بيقول لها انه موافق اعمل مباراه ضد لانغ، واتصل وبتقول له يجي لها، وبتكون بتلعب مباراه ضد سي جي بس هو اللي كسب. فبيدخل لانغ مكانها وبيهزمه هزيمه ساحقه. وقتها بيخلع الكاب وبيعرف لانغ انه سي جي، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض. وسي جي بيعتذر له وبيقول له انه لاعب كويس، وان كل اللي حصل ده كمان تخطيط شيان. هو بياخد شيان وبيطلعوا يتكلموا بره، وبيسألها لو هي فعلا عملت كل ده علشان تاخد الألفين يوان بس. فبيكتشف إنها أول مرة تسمع الموضوع ده. بس شيان بتمسك في الموضوع الألفين يوان وبتشبط وبتقول له أنا عايزة فلوسي دلوقتي ماليش دعوة. وبعدها بيكون في حفلة في الكلية، وفي فنان كبير مشهور جاي، وبيكون الفنان شين ده لأنه هيعمل ألبوم في الكلية، وبيختار بنت ترقص معاه. والصدفة البنت دي بتكون شام. وبعد ما بيخلص رقص معاها بتطلع وراه وبتطلب منه يمضيلها على كذا ورقة علشان هي وأصدقائها كل ده. ولانغ بيراقبها لأنه غيران عليها جدا. وبيروح لانغ وبيكون شوان ابن عمه وحالته نفسية وحشة جدا، فبيسأله وبيقول له لو هو غلطان في علاقته بشين. فلانغ حرفيا بيعمل له جلد ذات، وبيقول له انت بقالك 4 سنين مقعد البنت جنب منك، لا منها اتقدمت لها ولا منها عرفت تهتم بيها، وكمان بتعرف بنات عليها. يا عم ده انت ما عندكش دم. وبيقول له انه ما عادش قدامه غير فرصة واحدة، وهي يوم المزاد بتاع الكلية. هو بيخلص جلد ذات في ابن عمه وبيخرج على مامته، وبيقول لها انه عايز يشتري هدية بقيمة 2000 يوان لواحدة صديقة ليه، لان هي السبب انه يرجع تاني للتنس. والام بتفرح جدا لانها بتتأكد ان البنت دي هي اللي ابنها معجب بيها. وبيجي يوم المزاد، وده كل طالب من الكلية بيقدر انه يبيع فيه حاجة قيمة، والكل بيكونوا موجودين. اما بقى شان فبتكون الحاجة اللي هتباعها هي لوحة ضخمة رسمتها هي والاطفال بتوع الملجأ. وبيبدأ المزاد بلحم من الشين بيكون جميل جدا. وبعدها بتنزل وبتقعد على الترابيزة، وشوان عينيها تتقال عليه. انا بجد مش فاهمه، هي مامة لينغ ما خدتش بالها من 4 سنين ارتباطه؟ واول ما ابنها بدأ يحب اكتشف الموضوع. المهم ان بتطلع شيان وبتتكلم عن اللوحة بتاعتها، والكل بيعجب جدا بالفكرة. وبعد كده بيجي وقت عرض الأسعار، وهي أغلى قطعة. والصدفة إن أغلى قطعة بتكون هي اللوحة بتاعت شيان ب50,000 يوان، واللي اشتريتها هي كلمة لانغ. وطبعا الأختين الحربيتين بيتضايقوا جدا من الموقف ده، وخصوصا لما مامة لانغ بتعرض عليهم يوصلوهم، لكن لانغ بيقول لها إن مفيش مكان في العربية. في اليوم ده الأم بتعرف إن شيان هي البنت اللي ابنها معجب بيها، وبتبقى مبسوطة لأنها بنت كويسة. تاني يوم بيكون خارج لانغ وشيان مع بعض. وقتها شي بيتكلم شانعة وبتعرفها إنها خلاص هتسافر كمان 3 شهور للشغل برا الصين. في نفس الوقت شوان بيبعت رسالة لشيان
بيسألها على شين، لكن اللي بيرد عليه وبيقول له ما يعرفش حاجة. وبيفضل شوان حاسس بالذنب وبيفتكر كل ذكرياته مع شين وقد ايه فعلا هي كانت بتهتم بيه وبراحته، وكانت بتجيله شغل وعلى طول لأنها ما بتعرفش تشوفه. أما شيان بتشوف والدين من اللي خدوا المحفظة بتاعت بيزي بتجري وراهم، وبالصدفة بيزي بتشوفها وهي كمان بتطلع تجري وراها لحد لما بيوصلوا عند الولاد التالت للزعيم بتاعهم واللي اسمه رون. وبنكتشف حاجة غريبة جدا إن رون عايش مع جدته وأخواته الاتنين الأصغر منه، إن هم عيلة طيبة جدا. في الوقت ده بيزي بتخاف تطلع وراهم فبتتصل برونغ، ورونغ بيتصل بلانغ، وبيروحوا بسرعة جدا لدرجة إن العمر لما بيلاقي الطريق زحمة من العربية بينزل وبيطلع يجري. في الوقت ده بتكون شان قاعدة مع أخوات رون الصغيرين وبتحكي لهم قصة، وبيوصلوا هما التلاتة بس رون بياخدهم على الأوضة بتاعته. وهنا بنكتشف الحقيقة إن رون حاول إنه يشتغل لكن ما قدرش، وإنه عايز فلوس بأي شكل علشان جدته تعبانة وإن هو اللي بيصرف عليها، لحتى إنه ما يرضيش يدخل الكلية علشان مصاريفها غالية. علشان كده بيقرر لانغ إنه يساعده. بيتكلم صاحب مطعم كبير وطلب منه يشغله عنده. وقتها روم بيسلم عليهم وبيدي البيزي المحفظة بتاعتها، وكمان بيديهم محفظة لبنت زميلة اسمها آن. وبتروح بعدها شيان تدي الآن المحفظة، بس الغريب بقى إن قلب تعمل نفسها إن المحفظة دي مش بتاعتها وبتسيب شين وبتمشي. ولما بترجع شيان لأصحابها وبتحكي لهم على اللي حصل بيقولوا يمكن فعلا هي المحفظة مش بتاعتها، بس علشان بتبقى حاسة إن في حاجة غلط فبيروح الروز للمكان اللي بيشتغل فيه. وطبعا بيشكر لانغ لأنه السبب في شغله، وبيسأله عن إن بنكتشف إن سابت الدراسة واشتغلت في ملاهى ليلي راقصة، وإنه معجب بيها جدا. وفعلا بيروحوا بالليل كلهم للملهى الليلي. وأول ما آن بتخلص الرقصة بتاعتها الشاب ده بيروح وراها وبياخدها على الأوضة، وطبعا أصحابنا كلهم بيروحوا يسمعوا هما بيقولوا إيه. وبنعرف إن هما الاتنين كانوا مرتبطين لفترة طويلة، بس فجأة حصل مشكلة في الفلوس فالبنت اضطرت إنها تسيبه وتشتغل راقصة علشان تسعى ورا حلمها إنها تبقى راقصة مشهورة وعريضة أزياء. وللأسف بترفض إنها ترجع مع حبيبها تاني. ولما بتيجي خارجة طبعا كلهم بيستخبوا بالصدفة. لانغ وشيان بيدخلوا في أوضة التنظيف، بس أصحابهم بيطلعوا لهم وبيقرر إن هما مش هيسيبوا الموضوع إلا لما يحلوه. وتاني يوم لانغ بيقف يستنى شيان وبيزي قدام بيتهم، وبينزلوا بسرعة بس عمها وعمتها بيشوفوه، وعمتها بتعجب بلانغ جدا وبتتبسط إن أخيرا شيان ارتبطت. وبيوصلهم شيان على الجامعة، بس بالصدفة الاتنين الحربيتين بيشوفوهم ويا عيني بيستقصدوا بيزي علشان هي طيبة، ويفضلوا يسألوها لو شيان ولانغ مرتبطين، لكن بيزي بتعمل نفسها مش عارفة حاجة لحد ما بيجي رونغ وبيوقفوا عند حدهم. وهنا بتبدأ بيزي إنها تعجب كمان لما بتطلب منها تنضم للاتحاد معاه علشان تفضل في حمايته. وبيبدأوا يقربوا من بعض، وبيزي بتنبهر بشخصية رونغ جدا. وبالليل بيروح لانغ وشيان الحانة وبيقعدوا يتكلموا مع صديق، انه بيقولوا له ان على الموضوع محفظة. هو بيتكلم معاهم وبيقول لهم ان هم ارتبطوا لفترة طويلة من ايام الثانوي، لكن حصل ازمة مالية، وخصوصا ان هو اهله لسه ميتين قريب وبقى عليه مسؤوليات كتيرة، غير انه بيتعلم البرمجة والموضوع ده بيحتاج فلوس، فهي قررت تنفصل عنه علشان ما تزعجوش بمصاريفها. لكن الشاب لسه بيحبها وعايز يعمل لها اي حاجة ويخليها تمثل بدل المكان السيء اللي هي بترقص فيه ده. وطبعا لانغ وشيان بيحاولوا انهم يصلحوا الموضوع. ولما لانغ بيوصل شيان وبيكون عامل لها المفاجأة في شنطة العربية، وهينو بيعترف لها بحبه، بس البلالين بتفرقع والديكور بيقع فبيقفل شنطة العربية بسرعة قبل ما هي تاخد بالها، وبيقرر يعترف لها في يوم تاني. في الوقت ده بيكون المساعد بتاع شو هما بيتكلم عن الألبوم المفروض يعمله في الكلية، وإن ده ممكن يساعده إنه يكمل دراسته، فبيوافق شو. وتاني يوم بيحاول لانغ يعمل حاجات كرياتيف علشان يبهر شيان، فبيجيب عجلته قدام الكلية علشان يروحها بيها. وبرضه بالصدفة سيت وشون بيشوفوهم من غير الغيرة بتشتعل أكتر في قلب شون. ووقتها شون بتروح لأخوها وبتطلب منه خدمة، وهو إنه يساعدها يبعد البنت اللي بتحوم حوالين لانغ لأنها معجبة بيه. وأخوها بيوافق بس مش بيبقى عارف يساعدها إزاي، لكن شون بتبقى عارفة وبتعمل مكالمة لكن ما نعرفش هي بتكلم مين. وتاني يوم في الجامعة بتبقى الجامعة مقلوبة بسبب وجود الفنان المشهور شور. وبالصدفة شيان بتشوف إعلان إن شو عايز مساعدة ليه، وفعلا بتروح تقدم عليه، وبالرغم إن ما يكونش عندها أي خبرة إلا إنها بتتقبل بسهولة. وطبعا بتفرح لأن الموضوع فيه مرتب كويس وشغله قليل. وبتفضل بقى تهتم بشو وتذاكر معاه، وبيكون لانغ غيران منه جدا لدرجة إن هما بيروحوا يتسوقوا سوا، بس للأسف في ناس بياخدوا بالهم إن ده شو وبتبقى فضيحة. بعدها بيروحوا يعملوا أكل وبيقعدوا ياكلوا هما وأصحابهم، بس معجبين شو بيكونوا قاموا بالواجب ونشروا الصور بتاعته وهو في المتجر هو وشيان. طبعا الدنيا بتسأل والشركة اللي متعاقد معاها شو بتعرف، وأكتر واحدة بتكون فرحانة من الموضوع ده هي شون. بنكتشف إن هي اللي كلمت شو علشان يلهي شيان على لانغ ويبعدهم عن بعض. وطبعا لما لانغ بيشوف الصور بيروح تحت بيت شيان وبيطلب منها تنزله دلوقتي، وبيعاتبها على اللي حصل. وفي وسط الكلام كده بيعترف لها إنه معجب بيها وإنه بيغير عليها، وبتتكسف وبتطلع للبيت.
ولانغ بيروح يتدرب وخايف لا تكون مش معجبة بيه. وتاني يوم في الكلية بتروح له شون وبتفتكر بذكرياتهم سوا وإن هو السبب إنها تحب التنس وبتطلب منه يلعبوا مباراة مع بعض، وبيوافق علشان هو عايز يضايق شيان. وبالليل بيروح شيان للملهى الليلي وبيتقابل الشاب حبيب كان وبتديله استمارة علشان تشارك إن في الأغنية اللي هيعملها شو. الشاب بيفرح جدا وبيشكرها. بس تاني يوم بيكون خبر إن شيان وشون هيلعبوا مع بعض ضد سي جي، وطبعا شيان بتتضايق جدا خصوصا لما بتروح وبتلاقيهم هما الأربعة واقفين مع بعض، وبتطلع تجري بس لانغ بيروح وراها وبيصالحها. لكن بيتصل بيها شو فبتروح تقابله وبعدها بتاخد الباركود بتاع الشركة علشان تقدم، لأن للأسف الباركود مش بيشتغل. فبتكلم شو بتعرفه إنها لازم تعمل مقابلة مع سيمون وده يبقى أخوه شون. وفعلا بتروح وبتدخل لوحدها وبتديله الملف، وكمان كانت مشتركة في فريق الجامعة وفازت بميداليات كتيرة. بس هو مش بيقتنع ولا كلمة من اللي هي بتقولها على الرغم إن كلامها كويس وبيرفض طلبها. جيان بتفهم اللي فيها ولما بتشوف صورة أخته شون في المكتب، لكن بيقرر إنه يساعدها. وبالليل وسيمون قاعد مع عائلة لانغ وبيتعشوا وبيدي له لانغ ملف وبيقول له إن هو بيوصي على البنت دي، وبتطلع هي نفسها آن. فطبعا ما بيقدرش يرفض الطلب وبيوافق. أخيرا بتتثبت شيان كمساعدة لشو، لكن بيبقى في مشكلة وإن هما لازم يسافروا بلد تانية علشان يعملوا شوية شغل. فبيقرروا إن هي ولانغ يقضوا آخر يوم في الملجأ مع الأطفال، وبيروحوا وبيفضلوا يلعبوا هناك، وبيكون مدير الملجأ مبسوط جدا بيهم. بعدها بتقعد معاه يعني وتحكي له عن باباها وقد إيه وكان شخصية طيبة، وإن هي بتيجي وبتساعد الأطفال في الملجأ ده علشان تحس إنها بتعمل حاجة زي باباها ومامتها. فهو ده اللي بيخليها تكبر أكتر في نظر لانغ. تاني يوم بتجهز نفسها وبتسافر مع شو. في الوقت ده اللي بيتحول فيه شون إنها تقرب أكتر من لانغ بحجة إن هما يدخلوا مباراة رباعية مع بعض، لكن هو بيطنشها. وبالليل بيرن فيديو كول علشان بتوري له الأوضة بتاعتها بتاع الفندق، وبيفضلوا يهزروا مع بعض شوية. واضح إن الحب ولع في الذرة. وتاني يوم بيروح لانغ يتكلم مع شوان وبيطلب منه يجي المباراة لأنه أخيرا رجع يلعب تاني. فشوان بيقرر إنه يلغي كل مواعيده ويروح معاه. ويوم المباراة بتبعت له رسالة تطمن عليه ومع أحلى البدايات. وبيروحوا المباراة وبتبقى الأجواء حلوة جدا، وخلاص فريق لانغ وشون هو اللي بيكسب. لكن في آخر لحظة لانغ بيقع ورجله بتنكسر وبيغمى عليه. فبيتي بتتصل بشان وبتقول لها إيه اللي بتطلع تجري بسرعة عند شو، وبتطلب منه إنها لازم ترجع حالا للصين، وهو بيوافق طبعا. وفي المستشفى بيكونوا كل أهل لانغ وكمان شغله، بس هو عامل نفسه مغمى عليه. وشون بتحاول تقرب منه بحجة إن هم كسبوا كده يعني، بس رونغ بيمنعها. وبتيجي شيان بشنطة السفر بتاعتها، ووقتها كلهم بيحاولوا يسيبوه مع بعض ويخرجوا إلا شون في وقتها بياخدها. ولما بيطلعوا بره وبيقول لها تخلي عندها كرامة شوية، لأن واضح قدام الناس كلها لانغ مش عايزها. وشون بتزعل جدا وبتمشي. أما شيان ولانغ بيكونوا قاعدين مع بعض، وشيان بتفضل تهتم بيه وتأكله وبتديله العلاج. فهو بيعترف لها بحبه للمرة التانية. لكن شيان المرة دي بتقول له خلينا نجرب كده لمدة شهر، لو حبينا بعض هنكمل. وبعدها بيرجع شو من السفر ويطمن عليه، وبياخد شيان بحجة إن عندهم شغل. وبيروحوا يتغدوا في المكان. ولما بتفضل تحكي له عن طفولتها، أشوف بيفتكر نفسه وهو صغير وإنه كان في بيت في جارتهم شبه شيان بالظبط، اللي كانت بتهتم بيه وتأكله لأنه كان طفل مليان. وكانوا كل أصدقائه بيتريقوا عليه إلا البنت دي، والبنت دي بتطلع هي نفسها شيان. أما شون فبتروح لأخوها وبتقول له إنها قررت تنسى لانغ خالص، وهو بيدعمها في القرار ده. وبيؤدي شيان ولانغ الأيام اللطيفة جدا مع بعض، وبيتعرفوا على بعض لحد ما بيخرج لانغ من المستشفى. وشوان بيسأله لو ارتبط بشوان هو، بيقول له أيوه، وبإنهم بيحبوا بعض. وبتطلع إن الأم هي اللي بعت شوان أصلا علشان يسأله، وبتفرح جدا بعلاقتهم دي. وبتروح بعدها شيان علشان تعمل اختبارات تاني، لأن شو بيدور على ممثلين في الكليب بتاعه. وبعضهم بيخلصوا وبيروحوا كلهم في الكافيه علشان يقابلوا شين لأنها رجع من السفر. وبالصدفة شوان بيعدي من هناك وبيروح علشان يسلم عليها، بس بيلاقيها أصدقائها بيسألوها لو هي ممكن ترجع لشوان تاني، لكن هي بتكون رافضة. فبيمشي من غير ما يسلم عليها. وبيجي يوم التصوير وبيكون اللي مثلوا في الكليب ده هما لانغ وشون، والمفروض إن هي بتحضنه بس ما بيكونش بينهم كيميا قوي، أو بمعنى أصح لانغ مش طايقها. وبيقول لهم لأن غير إن هو عايز يمثل المشهد ده بس مع شيان، وفعلا المشهد بيطلع جميل جدا. بس بيرجع تاني علشان يمثله مع شون اللي بيعتبره حضن وداع لعلاقتها مع لانغ. وبتفتكر كل ذكرياتهم وبتسيبه وبتمشي. وبيروح وراها شو علشان يطمن عليها، بس هي ما بتهتمش قوي. اما لانغ وشيان فبيتمشوا مع بعض وبيسمعوا صوت موسيقى، وبتطلع شين انها بتعزف فبيروحوا يتكلموا معاها شويه وبيمشوا بعد كده. وبتقعد تعزف وبتفتكر ذكرياتها مع شوام لحد ما بيجي فعلا، وبيقعد جنبها وبيديها ظرف كرسالة وداع وهو بيتكلم. شين بتحضنه شويه بيفرح وكان لسه يحضنها، بس للاسف بيطلع انه ده حضن وداع. وبتقوم وبتمشي وهي حزين. بعد كده بيروح لانغ وشان يقابلوا نان وحبيبها، وبيجي كمان شو بيقعدوا مع بعض كلهم.
وشو بيفضل يبص على شين وبيتأكد إن هي البنت اللي كانت بتدافع عنه في طفولتهم. وبيجي يوم سفر شين والكل بيودعها، لكن هي بتفتح رسالة شوان واللي كان بيودعها وبيطلب منها ما تعيطش وإن عمره ما ينساها، وهو كمان قاعد بيفتكر فيها. أما شو فبيكون قاعد بيبص على صورته القديمة مع شيان وبيفتكر ذكرياتهم وقد إيه هو حزين لما لاقيها سافرت وتعيش مع عمتها. بس بيجي لها اتصال من شون اللي هي عايزة تقابله فعلا تاني يوم بتروح له، وهو بيكون بيتدرب على العزف فبتقف معاه. وبعد ما بيخلص بتتكلم معاه وبتشكره إنه ساعدها في موضوع شيان، بس هي حاليا خلاص ما عادتش عايزاه تأذيها أو تبعدها عن لانغ. بس بالصدفة بيكون لانغ واقف وراهم وبيسمعهم، وبياخد شو بيتكلم معاه على انفراد وبيقول له إنه لازم يعترف باللي عمله ده لشيان، وهي ليها القرار إنها تكمل شغل معاه أو لأ. وبيروح لانغ يتكلم مع بيزي ورون وبيقول لهم اللي حصل، وبيخلوهم يستخبوا في المكان اللي هيقف فيه شو وشيان علشان يتأكدوا إن هو اعتذر منها وحكى لها اللي حصل. وفعلا بيجي شون وشيان، وشون بيحكي لها عن طفولتهم وبيفكرها ان هو طفل التخين اللي كانت بتعرفه زمان، وهي بتفرح جدا وبتحضنه وبيعتذر لها عن انه تعاون مع شخص ضدها لان هي بتسامحه. بس بتكون خدت بالها من بيزي ورون اللي واقفين بيتصنطوا عليهم، فبتعمل نفسها مشيت، ولما بيخرجوا هما الاتنين بترجع تاني. فبيتصلوا بلانغ، واول ما بيجي شيان بتحضنه وبتشكره انه خايف عليها وبيراعي مشاعرها. بعد كده بيروحوا شون بتروح تتكلم مع اخوها اللي بنعرف انه مش اخوها اصلا ولا حاجة، بس باباها كان شريك باباها، وبعد ما باباها مات مسك هو مكانه، وابو شون بيحبه زي ابنه علشان كده هو بيتعامل معاه زي اخته. وبيفرح جدا من قرارها انها خلاص مش عايزة ترتبط بلانغ. وتاني يوم شيان بتروح تكمل شغلها عادي جدا مع شون، وبيكونوا قاعدين بيتفقوا مين اللي هيمثل في الكليب بتاعه. وبعد ما بيخلصوا شيان بتروح تحضر محاضرتها. في الوقت ده بتكون شون بتدور عليها، وسيتي بتستغرب هي عايزاه ليه، لكن لما بيروحوا يقعدوا مع شيان وشون بتعتذر لها وبتقول لها انها كانت فاهماه غلط. فشيان بتقول لها عادي جدا مفيش اي حاجه، وبيسلموا على بعض. وده بقى اللي بيخلي سيتي تغير جدا وبتفضل تزعق في شيان، لكن شيان ما بتسكتش وبتقول لها انها عارفه كل الحركات اللي عملتها، وتشغل التسجيل بتاع البنت اللي كانت شغاله معاه في الفندق. ولما شوف بتعرف ان سيتي بتعمل كل ده تحت اسمها بتتضايق منها جدا، وبتقرر انهم مش هيبقوا اصدقاء تاني. وطبعا سيتي بتشايل الذنب لشيان، وبتخرج شون بتاعت في جنينة الكلية ولوحدها وهي حزينة وبتعيط. في الوقت ده بيشوفها وبيروح يقعد معاها وبيقول لها تهون على نفسها، وإن ساعة ما تكون مستعدة هو يفضي نفسه لمدة يوم كامل علشان يقضي معاها. بعدها ما بتكونش يعني في محاضرة الاقتصاد هي، وفجأة بيلاقوا شين موجودة وبيعرفوا إنها راجع من السفر وهتحضر معاهم الحفلة اللي الجامعة عاملاها. علشان كده لانغي بيستغل الفرصة وبيطلب من جوجوان يجرب مرة واتنين وتلاتة علشان يرجع لشين. أما شيان فبتبقى مشغولة مع شو في اللبس اللي هيظهروا بيه في الحفلة لأن هما اللي هيقدموها، وبتختار بدلة لشو، بس الغريب إنها بتشوف فيها لانغ وبتبقى البدلة حلوة. وكمان شو بيختار لها الفستان علشان يلاقي على البدلة، بس بالصدفة بيجي وبيبقى مش عاجبه الفستان وعايزها تبدله، لكن شيان بتقوله إن ده شغل فعلشان كده لازم تسمع كلام رئيسها اللي هو شو. بعدها بيومين شام بيعتذر لشين على الحفلة الموسيقية، والغريب إنها لما بتروح بتلاقي شوان، وعلشان كده شين بتمشي بسرعة، بس شوان بيمسك إيديها وبيحضنها وبيقول لها إنه مش عايز يبعد عنها وإنهم لازم يرجعوا لبعض. لكن هي بترفض وبتقوله إن حياتهم كان معظمها خناقات ومشاكل على أتفه الأسباب، وهي مش عايزة توصل لده تاني، وعايزة تفضل حاسة بالسلام النفسي اللي جواها، وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بقى شام بتجمع أصحابها كلهم في الملجأ علشان يعملوا خطة يرجعوا بيها شين وشوان لبعض. والخطة بتكون كالتالي: إنهم يوزعوا ورق إن في حفلة موسيقية عاملاها اتحاد الطلبة واللي يعزف فيها هو شيان وشي، لكن بالصدفة الورقة بتقع في إيد شين طبعا اللي بتتضايق جدا، وبتروح لرونغ لأنه رئيس اتحاد الطلبة. وقدام شخصية شين ورونغ طبعا بيضطر يلغي الموضوع خالص ويسمع كلامها. في الوقت ده اللي هم أصلا بيكونوا بيحاولوا يقنعوا شوان إنه يحاول تاني علشان شين، بس لما بيجي لهم اتصال إن شين هتوقف الحفلة بتروح بسرعة شين تتكلم معاها وبتعتذر لها، بتأكد عليها إن لازم تحضر الحفلة وفعلا بتوافق، وكمان بتروح معاها على أساس إنها تشوف البيانو اللي هيعزفوا عليه، بس بيطلع شوان هو اللي بيعزف على البيانو. وقتها شين بتقف تبص عليه وبتفتكر كل ذكرياتهم، وبيقول لها شوان إنه بيحبها، وبتبكي وبتقول له إن هي كمان بتحبه ومش قادرة تنساه، لكن مفيش أمل في علاقتهم لأن لحد دلوقتي مش عارفة هي عايزة إيه. بعدها بقى بيروح لانغ يقابل شو وبيطلب منه يعتذر عن الحضور بالشياكة كده، بحيث إن لانغ هو اللي يبقى معاه شيان وبيقدموا الحفلة. وفعلا شو بيوافق ويعرفه إنه كان معجب جدا بشيان، بس طالما هي بتحبه خلاص. وبيجي يوم الحفلة وشيان بتتفاجئ إن لانغ هو اللي هيقدم معاها، بس فعلا بيقدمه. وبعد بيقعد شوان يعزف على البيانو، بس اللحن ما بيبقاش أفضل حاجة لأنه أصلا اللحن ثنائي والمفروض إن شين هي اللي تشاركها. ففعلا بتقوم شين وتشاركه في اللحن، بس بتمشي بعدها، لكن بيخرج وراها شوان وبيطلب منها فرصة تانية. والمرة دي أخيرا شين بتوافق وبتحضنه وبتقول له إن هي كمان مش قادرة تستغنى عنه، وبياخدها على طول وبيروحوا على بيت عمه وعمته.
وبيقول لهم إن هي دي حبيبته، وطبعا هما يعرفوها بس ما كانوش يعرفوا إن هما مرتبطين. وعمته بصله وبتقول له طب يا ابني مش تقول لنا حتى نروق البيت، وبيبقوا مبسوطين قوي بيها. والموضوع بيكمل بقى لأن في اليوم اللي بعده بيزي بتروح تدي جواب لرونغ وهي بتعترف له بحبها، وهو ما بقاش عارف يعمل ايه. وطبعا شان ولانغ بيبقوا عارفين بس ما حدش عارف ايه رأي رانغ في الموضوع لأنه حتى ما ردش عليها. وتاني يوم الصبح بتروح بيزي لمكتب الاتحاد وبتلاقي رونغ، وبالصدفة بيكون هناك تذكرتين للملاهي، فبتفكر انهم علشانهم وطبعا بتخرج معاه. لكن لما بتبص حوالينا وبتلاقي كتير مرتبطين وبيهزروا وبيضحكوا، لكن وجودها مع رونغ بيبقى ممل جدا. وعلشان كده في نهاية اليوم بتسأله لو كان معجب بيها فعلا، بس هو بيقول لها انها زي اخت صغيرة وانا مش عايز اجرح مشاعرها. بتعيط بيزي وبتطلع تجري وبتسيبه لحد ما بتوصل عند اول مطعم، وبالصدفة بيكون المطعم ده اللي شغال فيه رون اللي بيجيب لها كيك وبيحاول انه يوصلها، لكن هي بترفض وبتروح معاه على البيت. وبتقوم كمان تعمل له اكل هو واخوه الصغير. في الوقت ده بيكون رونغ عمال يدور عليها ومش لاقيها، فبيتصل بشيان اللي بتتخض جدا عليها، بس رون بيتصل وبيطمنها ان بيزي عنده في البيت. فبتروح تاخدها هي ولانغ. وتاني يوم في الكلية شيان بتمسك رونغ وبتفضل تهزقه وهو بيبقى حاسس بغلطه. أما بقى رون فبيبقى أخيرا داخل الجامعة معاهم، والغريب إن هو وبيزي بيتصاحبوا وبيذاكروا شو بيقربوا جدا من بعض. وفي يوم وهم بيذاكروا بيبقى الجو برد، فرون بيدي الجاكيت بتاعه لبيزي وهم خارجين واحد بيزقها بالغلط وبتقع في حضن رون، ومن هنا بيتأكدوا إنهم معجبين ببعض. بس بعدها كان لازم تنهي الموضوع مع رونغ اللي بيعتذر لها جدا عن تصرفه، بس هي بتقول له إنه حصل خير. هو بينزل معاها علشان يوصلها. في الوقت ده رون بيشوفهم وبيفكر انهم لسه معجبين ببعض، وبيطلع يجري، لكن بيزي بتطلع تجري وراه هو وبتوضح له كده ان هي معجبة بيه وبيفرح جدا. وفي ظل كل الاجواء الرومانسية دي بتكون عيلة شون فيها مشاكل مادية كبيرة، وده اللي بيخلي الاب والام ما بينهم اضطرابات وخناقات، وطبعا ده بيأثر على الشغل. ولعين عيلتهم مشاركة في عيلة لانغ، فالجد الكبير بيقرر انه يرجع على الصين هو وحفيدته ار. وبيصحي لانغ على الخبر ده، ولأنه عارف إن جده من زمان عايزه يجوزه فبيقلق جدا. والأم بتعمل استعداداتها علشان تستقبل حماها. أما لانغ فبيروح يقابل شيان ويحكي لها عن كل حاجة علشان تبقى فاهمة الوضع، لكن هو بيوعدها إنه هيقول لجده وبيقنعه بيها. وبيقول لها إن في نوع حلويات معين جدها بيحبه، فلو عملته ليه هيبقى كويس جدا. وفعلا بتعمل له الحلويات دي، وبيروح لانغ على البيت وبيكون جده وار بنت عمه وصلوا وبيدي له الحلويات، وبيقول له ان صديقته هي اللي عاملاها. في اليوم اللي بعده بتروح ار مع سيمون على يشتروا لبس من المحل اللي شغاله فيه شيان، بس بيبقى واضح انها مش مبسوطه مع سيمون. وهم خارجين بتكون بيزي ورون خارجين من محل الالعاب وجايب لها دباديب كتيره، ولما بتعجب ار بواحد فيهم بسيمون بتشتريه من رون من غير ما يستأذنوا حتى. وبيتي بتحكي اللي حصل لشيان ومحدش فيهم بيبقى عارف ان هي دي ار، بس تاني يوم لما بتيجي الجامعه والدكتوره بتعرفهم عليها بيكتشفوا ان هي دي ار، واللي بتمسك في دراع لانغ وبتروح معاها بس في كل مكان. حتى لما بيروح يتغدى هو وشيان بتروح معاه. في وقتها بتتضايق جدا وبتبدأ تتعامل معاه على انهم مجرد اصحاب علشان تضايقه، بس بيبقى الوضع عند رونغ مختلف تماما لانه من ساعة ما عرف ان ار رجعت وهو حابس نفسه في البيت وبيفتكر ذكرياته معاها. وبنكتشف ان ار بتحبه جدا. وفي مرة هما بيهزروا مع بعض زقها وقعها من على السلم المدرسة ودخلت في غيبوبة، وعلشان كده جدها خدها وسافروا بره وفضلت عايشة معاه. بس بيقطع تفكيره ده لانغ، وهو بيقعد معاه وبيقول له ان ار نسيت اللي حصل والملازم يروح ويتكلم معاها. اما سيتي فما بتبطلش حربقة وبتروح لشون وبتقول لها النهار رجعت ولازم تحاربها علشان تاخد لانغ، لكن شون بتقول لها يا ريت ما تجيش هنا تاني وما بتهتمش بالموضوع. وانا بصراحة بحترم موقفها ده، وبتتصل بشو وبتطلب منه انهم يخرجوا في يوم سوا زي ما وعدها. وفعلا بيتقابلوا هما الاتنين وبياخدها الاول على مطعم صيني وهي اللي بتطبخ بنفسها، وبيعملوا الاكل وبيقعدوا ياكلوا، وبعدها بيروحوا علشان يجيبوا السيست طلبات كتير. وبالصدفة سيتي بتشوفهم وطبعا بتفضل تكيد وتهرف نفسها، لكن شو وشون بيتسوقوا وبيجيبوا حاجات كتيرة جدا. وبعدها بيروحوا على الملجأ للأطفال، وبيكون شو أول مرة تروح هناك، لكن شو بيوعدها وبيطبخوا للأطفال وبيلعبوا معاهم وكمان بتفضل تذاكر لهم. في الوقت ده بيكون لانغ قاعد مع شيان وبيضيع كل المعلومات عن جده وعن القهوة الآسيوية اللي بيحبها ورياضته حتى مواعيد نومه وصحيانه، لأنه بيبقى متوتر جدا لو هما الاتنين اتقابلوا، لكن شيان بتحاول تطمنه على قد ما تقدر. أما شون فبتشكر شو على اليوم اللطيف ده وهما بينظفوا أوضة الدراسة، لكن هو بيقول لها إن الحياة بسيطة أفضل بكتير من الحياة الرفاهية اللي كانت عايشاها، وإنها لازم ما تبصش للماضي. وبيفضل يديها صداقة إيجابية وهي بتكون مبسوطة جدا بكلامه. وهم خارجين بيجي لانغ وشيان، والأول مرة شيان وشون بيقعدوا مع بعض كل واحدة فيهم بتتكلم عن عيلتها، وبيقرر إنهم يبقوا أصحاب ويقربوا جدا من بعض.
وفي آخر اليوم بيطلب مدير الملجأ من شيان تيجي معاه ومقابلة صديقه، هو أكتر شخص بيجيب تبرعات للملجأ. وفعلا بتروح معاه، بس ابن الشخص ده هو نفسه جد لانغ، بس مدير الملجأ بيناديله باسم الأوروبي تشارلز. لكن شيان بيتعرفوا وبيفضلوا يتكلموا، وطبعا بتستخدم المعلومات تشارلز بينبهر بيها جدا. وبعد ما بتمشي بيفضل مدير الملجأ يشكر فيها وقد ايه بنت مستقلة ومحبوبة ولطيفة جدا. وبالليل بيروح لانغ لجده علشان يتكلم معاه، لكن جده بيقول له انه فاهم حركاتهم دي وعارف كويس اللي محفظ المعلومات دي لشام، فبيطلب منه انه يعزمها على الحفلة الموسيقية اللي رايحينها. ولانغ ما بيكدبش خبر، تاني يوم الصبح بيبقى عند شيان وبيقول لها على الموضوع الحفلة، وهي بتحاول تطمنه لأنه متوتر جدا. ويوم الحفلة بتجهز نفسها وبتروح لهم، وبيحاول لانغ اللي يروح ناحيتها، لكن جده بيندهله كتير. بس أول ما بتيجي عندهم بيمسك إيديها وبيقول لهم إن هي حبيبته، وبتخلص أخيرا الحفلة على خير. لكن الجد بيطلب إنه يتكلم علشان شيان شوية، وبيقول لها إن هو عارف باللي هي وحفيده وعمالين بيعملوه، وإنه عمال بيحفظها معلومات عنه، وإنها كذبت عليه لأنها كانت عارفة إن هو تشارلز. لكن شيان بتعتذر منه وبتقول له إن محدش قال لها، هي اكتشفت ده بسبب الشبه اللي بيني وبين لانغ. بس بجد بيبدأ يعجب بشخصيتها، وطلب منها إنه يعمل تحدي ما بينها وما بين ولو هي اللي فازت هيخليها مسؤولة عن التبرعات اللي بتروح للملجأ. وبتروح شان البيت، واللي بيكون عمها ومرات عمها وبيزي وكلهم مستنيين علشان تحكي لهم اللي حصل، وهي بتبقى سعيدة. بس موضوع التحدي ده هو اللي متوترة شوية. أما بقى رونغ كل حاجة دلوقتي ما قبلش وبيتواصلوا بس شات، فبتحكي له عن اللي حصل لا، وكمان بتقول له في ريكوردات إن جدها قال لها إنه هيخطبها. فرونغ بيتضايق جدا، وواضح قد إيه هما الاتنين معجبين ببعض. وعلشان كده الشلة كلها بتتجمع تاني يوم في المطعم علشان يشوفوا حل في موضوع التحدي ده. ولون غير بيجي لابس نظارة وكاب على أساس إن مش هتشوفه يعني. وبيكون التحدي الأول عبارة عن تسوية كومة المال، يعني كل واحدة هيبقى معاها 100 يوان، المفروض إنها تحولهم خلال 8 ساعات ل1000 يوان أو أكتر. وكلهم بيقترحوا إن هم يروحوا المول لأن في محلات كتيرة وممكن بسهولة يقدروا يلاقوا شغل. وفعلا بيروحوا كلهم يتقابلوا قدام المول، كمان بتكون موجودة. وبتبدأ اللعبة وأصحابه بيروحوا يقعدوا على كافيه. أما الوقت يعدي علشان أول ما بتدخل بتروح على محل ملابس، وبيكون عامل دوام جزئي لمدة يوم واحد، وبيدي نسبة على بيع كل قطعة، فده بيكون أفضل شغل بالنسبة لهم. أما أرفا بتقعد بتعمل أشكال من الورق تحطها في برطمان، وأول شاب بيقابلها بتبيعها له، وبعدها بتسأل عن أفضل فيلم موجود في السينما ومين المؤلف بتاعه. في الوقت ده بيكون تشارلز عامل نفسه عامل نظافة علشان يراقب الاتنين. وبالصدفة بتشوف تيان وهي واقفة قدام المحل اللي شيان شغالة فيه، ولما بيسألها هي واقفة كده ليه، بتقول له إنها مستنياه يعني علشان تديها هدية. وبيتكلموا قد إيه هي بتحب شيان، وشيان علمتها الرسم وطورت منها، وكمان باعت اللوحة بتاعتهم بمبلغ كبير. وده اللي بيخلي تشارلز يكون مبسوط أكتر من شيان. بينتهي الوقت وشيان بيتقابلوا جوه في المول، وبتكون شيان جمعت فلوس أكتر، لكن بيكون معاها بطاقة دخول للسينما مدى الحياة، ودي قيمتها لو اتباعت غالية جدا. في الوقت ده شيان بتكلمها وبتقول لها إنها عارفة سر عنها، وإنها عارفة إنها مش عايزة تتجوز لانغ لأنها معجبة برونغ، وبالنسبة للمسابقة هي مش فارقة معاها، لكن هتفرق أكتر مع شيان، فمن الأفضل شيان هي اللي تفوز. وبيتجمعوا كلهم في بيت لانغ، والجد بيعلن النتيجة، وخصوصا مع الشهادة اللي قالتها تيان عن شيان. وبتخش يعني في الوقت ده بين شوان وشين، وهو بيحتفلوا معاهم بقى أول تحدي. وشوان وشين بيبدأوا يراجعوا علاقتهم أكتر ببعض، وبيروحوا لكل الأماكن اللي كانوا المفروض يروحوها من الأول، وبيقضوا وقت مع بعض. وأخيرا شوان بيطلب الجواز هتقول لك هما كل ده ما كانوش يتجوزوا؟ أيوة حضرتك، هما لسه طالب منها الجواز دلوقتي. وزي ما احنا متعودين إن الحياة ما بتمشيش عادي أبدا، وإن لازم يبقى في حد حربوه كده في المسلسل، فما لقيناش حربوها اكتر. نسيت اللي قضت الايام اللي فاتت دي كلها تنخر ورا شام لحد ما جابت استمارة دخولها الجامعة. وبنكتشف للأسف إن الاستمارة دي كان المفروض بتبقى باسم بنت تانية، لكن شين خدتها ودخلت هي مكان بنت، وده يعتبر ونشرتها على النت وبعتتها بشكل خاص مش هون علشان تشوف صديقتها الجديدة شيان قد إيه هي كذابة. بس من هنا الدنيا بتتقلب، لأن شون بتاخد بالها إن الاستمارة عليها اللوجو بتاع الشركة بتاعتهم، وبتخاف لا يكون عليها مسألة قانونية، ده غير صديقتها طبعا شيان. وبيتي بتسأل شيان عن اللي حصل، وبتقول لها إن ده فعلا حصل، لأن السنة اللي قبلها هي ما قدرتش تروح الامتحانات في كلية الطب، وعلشان كده البنت دي كانت تعرفها شام، وسافرت الاستمارة لشيان تدخل مكانها. بس الأمر بيبقى سيء جدا عند تشارلز، اللي بيقرر إنها إنسانة كدابة، وكمان بيقول إنه هيعمل خطوبته مع لامغ وراه، وده اللي بيخلي لانغ يتضايق جدا. وتاني يوم بيروح تشارلز الاجتماع اللي عملها الجامعة، واللي بنعرف إنه أصلا الجامعة دي بتاعت تشارلز، بس كل الدكاترة بيقولوا إن مفيش مسؤولية قانونية بشكل كبير.
وكمان بيشهدوا لشيان باجتهادها وطموحها، وعلشان كده بيبقوا عايزين إنها تفضل في الجامعة عادي. بس للأسف لو رايحوا قوانين الجامعة بترفض إن أي طالب يضحك عليهم، وعلشان كده القرار بيصدر برفض شيان. ولما بتخرج من محاضرة المساعد بتاع تشارلز بينادي عليها وبتروح تقعد معاه في العربية، وتشارلز بيديها قرار الرفض وكمان بيقول لها إنها ما عدتش مناسبة لحفيده، وعلشان كده من الأفضل إنها تبعد عنه حتى لو بتحبه، علشان ما ينفعش يرتبط بواحدة سمعتها سيئة ومرفوضة من الجامعة. بتخرج شيان وهي قلبها متحطم. في الوقت ده بتحاول سيتي تقرب من شون تاني على إنها صديقتها الوحيدة، لكن شون بتبقى رافضة تقرب منها وبتروح تقابل لامغ اللي بيكون اكتشف إن سيتي هي السبب في كل حاجة وفي رفع التقرير ده. وبالصدفة بتكون سيتي قاعدة مع أختها الصغيرة في أوضة الإذاعة، وبيكون المايك مفتوح والكلية كلها بتسمعها، وهي بتتكلم وبتقول إن هي مش هتسيب شيان إلا لما ترفدها من الكلية وترجع تاني هي الصديقة الوحيدة لشون. وطبعا الكل بيعرف إن سيتي هي اللي عملت كده. وقتها شون بتتصل بيها وبتقول لها إنها مش عايزة تعرفها تاني أبدا. ولما بيروح تشارلز بيزعق له وبيقول له إنه خلاص حدد ميعاد خطوبته مع نقار بعد بكرة. فطبعا الفريق كله بيتلم علشان يشوفوا ايه الحل في الموضوع ده، وكمان شون بيروحوا علشان يساعدوهم. وبيكون قدامهم حل واحد بس، انهم يجمعوا اكبر عدد من اصوات الطلاب اللي معترضين على رفض شيان، وبكده يقدروا يرجعوها الجامعة تاني. في الوقت ده بتكون سيتي حاسة بالذنب، وخصوصا ان باباها ومامتها كمان عاجبوها، واختها بتروح تقعد معاها وتكلم عن شيان قد ايه هي شخصية طيبة فعلا. في الأول سيتي ما بتتقبلش، لكن تاني يوم بتقرر إنها تروح وتعتذر لشيان، وبتروح الكلية وبتكون شيان وكل أصدقائها متجمعين علشان ينفذوا الخطة بتاعتهم. كمان بيكون معاهم وحبيبها. وبتيجي سيتي وبتعتذر منهم وبتقول لهم إنها لازم تساعدهم علشان تصلح غلطتها. شيان بتسامحها وبيبدأوا فعلا كل واحد يروح يتكلم مع القسم بتاعه علشان يجمعوا أكبر عدد من الاعتراضات. وبدأ إن هم يحطوا الخطة، حتى كانت بتساعدهم وبتحاول تعطل الخطوبة على قد ما تقدر، ولانغ كان مستني إن شيان تيجي. في الوقت ده بتقرر إنها تهرب، وأخيرا بتقال رونغ وبيهرب بسرعة. وبتيجي شيان وبيدخلوا هما الاتنين الخطوبة، ولانغ بيقول قدام جده إنه مش هيتجوز غير شيان، والخطوبة بتبوظ وجده بيجتمع بيهم كلهم وبيتناقش معاهم، بس لانغ بيكون مصر على رأيه. علشان كده تشارلز بيتكلم مع شيان، وخصوصا لما بيعرف إن عدد كبير جدا من الطلبة مش عايزة تمشي، ده غير درجاتها المتميزة وأنشطتها الكتير في الجامعة. وبيكونوا كل أصحابهم مستنيينهم في المطعم وقاعدين على أعصابهم، بس بتيجي شيان ولانغ وبيعرفهم إداها قبل إنها تكمل في الجامعة طبعا، فبيفرحوا جدا وبيقرروا يحتفلوا اليوم ده. تاني يوم بتروح شيان لتشارلز في الجامعة وبيديها قرار قبول رسمي في الجامعة، بتشكره وبتخرج تقول للانغ وبيزي ورون. بالصدفة بتكون عمتها وعمها راجعوا من السفر وجايين يشوفوها في الجامعة، وأول ما الأم بتشوف بيزي بتحضن رون بتزعق لها وبتسألها مش ده الولد اللي سرق محفظتك قبل كده، وبتتضايق منها جدا وبتطلب منها إنها تسيبه حالا. لكن بيزي بترفض وبتقول لها إن قرار الحب ده قرار هي صممتها، بتضربها بالقلم وبيزي بتصرخ في وشها وبتقول لها أنا بكرهك، وبتطلع تجري. ومن هنا بقى بيبدأوا التوتر الحقيقي ما بين بيزي ومامتها، واللي بيكونوا الاتنين لا قادرين يتكلموا مع بعض ولا راضيين حتى يتعاملوا، وشيان وعمها مش بيبقوا عارفين يعملوا ايه. علشان كده بيقرر هما يعملوا خطة علشان بتاخد عمتها علشان يروح تتكلم معاها مع نروان. في الوقت ده اللي بيكون فيه والد بيزي قاعد معاهم وبيتكلم معاها عن مامتها، وشان بتاخد عمتها وبتروح لبيت رون. على الرغم من ان الام بتبقى رافضة تطلع، شيان بتتكلم عن انه قد ايه هو شاب متحمل المسؤولية، وبتحكي لها عن كل حاجة حصلت، وإنه بيتعلم لوحده بمنحة لأنه شاطر جدا وطموح. والأب كمان بيبقى بيحكي لبنته قد إيه مامتها عانت في حملها، وخصوصا إنها عملت حادثة وكانت ممكن بيزي تموت. وبتطلع الأم وبتتعرف على روان وعيلته، ولما بتنزل بتلاقي بيزي وباباها، وبيزي بتعتذر لمامتها وبتحضنها وبيتصالحوا. بس بيروحوا كلهم رورك ومعاهم على البيت علشان يعرفوا أكتر. وبيروحوا على البيت والأم بتفتح محضر لرون وبتسأله عن كل حاجة وعنده محطة، وبيعجب بها وقد إيه هو شخص طموح. فبتوافق إن هما يرتبطوا ببعض، وفعلا بيقربوا أكتر من بعض وبيذاكروا هما الاتنين على قد ما يقدروا. وعلى جانب آخر لانغ وشيان هما الاتنين بيقضوا أيام سعيدة مع بعض، وسعيدة جدا لدرجة إنها بتوحي إن في كارثة جاية. وبالليل وهم قاعدين في بيت لانغ بيقول لهم جوان إن هو قرر يسيب المنصب بتاعه في الشركة علشان يتفرغ شوية لشين، وبكده يبقى مفيش غير لانغ هو اللي هيمسك الشركة. وطبعا لان ده عكس رغبه فبيتضايق جدا، لكنه بيحترم قرار شوان وبيبدا يروح الشركه مع جده. لكن بيتلاقي جد لانغ بيتكلم وبيقول له انه لازم يسيب دراسته هنا ويسافر اوروبا يتعلم اداره اعمال لمده 3 سنين، وان هو خلاص حجز له في الجامعه بجانب انه يمسك الفرع بتاعهم اللي في اوروبا علشان يتدرب. على الرغم ان لانغ يبقى معترض جدا علشان شين، بس جده بيبقى مصر
وهشام بتسمع كل ده وبتمشي وهي متضايقة، بس تشارلز بيبعت لها رسالة وبيقول لها إنه عارف إنها سمعت كلامهم وعايزها دلوقتي وهتطلع تتكلم معاه، وبيقول لها إنه هيحجز لها على منحة دراسية هي كمان، وبتبقى المساعدة بتاعت لانغ في أوروبا. لكن لانغ بتبكي وبترفض لأنها مش عايزة تبدأ حياتها كده، وهتبقى كده حبيبة الرئيس مش مجرد المساعدة بتاعته. وبتقرر تدي الفرصة للانغ يسافر لوحده علشان كمان يركز أكتر، وبيكون لانغ سامع كلامهم وبيقرر يحترم رغبة شيان. بس على غير المتوقع الاتنين تصرفاتهم بتتغير وبيبعدوا جدا عن بعض، وكل واحد بيبقى حاسس إن هو ما ينفعش يكمله. وكل أصحابهم بيلاحظوا ده لدرجة إن في يوم بيروح لانغ تحت بيت شيان وهي بتشوفه، لكن بتفضل تبكي لأنها حاسة إن دي آخر مرة هيتقابلوا فيها. وبينزلوا يتكلموا، للأسف بتكون فعلا آخر مرة لأن هما الاتنين في الوقت ده بينفصلوا علشان كل واحد يشوف حياته. وبيطلب منها ما تبصش وراها علشان ما يضعفش، وكمان بيصرخ وبيقول لها إنه بيحبها وعمره ما ينساها. وبيجي يوم سفر لانغا وبيكون الكل موجود وبيودعه إلا شيان، على الرغم إنه بيبقى مستنيها بس ما بتجيش، لكن بتبقى واقفة في مكان بعيد جنب المطار ومستنية الطيارة بتاعته تطلع علشان تودعها في صمت. وبتمر السنين وبيتخرجوا كل واحد بيتليه في حياته. رون بيجيله وظيفة كويسة وبيوفي بوعده مع مامته بيزي. مشوم هي اللي بتمسك شغل عيلتها مع سيمون، وسيتي كمان بتشتغل في شركة كويسة، وكمان شيان اللي بتشتغل في شركة كبيرة. وفي يوم بيكون عندها اجتماع مع مستثمر أجنبي وهي قاعدة بيتكلموا المديرين بتوعها، وبتكتشف إن الشخص ده هو كمان بيقول إن هو ارتبط ببنت في أوروبا، وده اللي بيكسر قلب شيان. ولما بيجي لانغا على الرغم إنه بيحاول يهرب منها لكن هي بترفض، وحتى وهي خارجة ما بتسلمش عليه وبتمشي، لكن بيكون واضح على لانغا قد إيه هو لسه معجب بيها وبيحبها. تاني يوم بتروح شون وشيان على يختاروا فستان الزفاف مع شين اللي فرحها كمان كام يوم، بس شيان بتبقى مشغولة جدا بالتفكير في لانغ. وبالليل بيتجمعوا كلهم في المطعم اللي كانوا بيقعدوا فيه، وكمان لانغ بيجي، وده اللي بيخلي شيان مش مرتاحة، وبتكون باين عليها انها متوترة وحتى ما بترضاش تبصله ولا تسلم عليه. ولما اصحابها بيبداوا يلاحظوا ده بتقول لهم انها تعبانة وعندها شغل بكرة، وبتستأذن وبتمشي. فشوان بيقول لانغ هيروح وراها، وفعلا بيروح وراها، لكن هي بتكون رافضة تماما تتكلم معاه، بس بيطلب منها يقعدوا يفسروا لبعض ايه اللي حصل طول ال3 سنين. وبيروحوا مكانه وبيفضلوا يشربوا، وكل واحد بيتعرف للتاني قد ايه هو كان بيتألم، وان كل واحد كان عايز يبعت رسالة، مفيش حد بيكون عنده الجراءة انه يبدأ في الكلام. واخر حاجة بتقولها انه عارف انه ارتبط ببنت ونساها، وإنها مجرد صديقة مش أكتر. ما بتسمعش حتى تفسيره وبتسيبه وبتمشي، وبيجري وراها وبيحاول يهديها وبيوريها صورة البنت اللي بيحبها وبتكون هي، وبيقول لها إنه عمره ما انساها ولا هينساها. وقتها ما بتسامحوش وبتحضنه بعد غياب 3 سنين. لما بتفوق بتلاقي نفسها في بيت لانغ، وكمان جايب لها دباديب وورد، وعمل بيكتب لها ملاحظات واعتذار في كل مكان. وبتفرح جدا، وبيجي ميعاد الفطار وبيقضوا وقت جميل مع بعض لحد ما بيجي يوم فرح شين وشوان، والكل بيبقوا حاضرين وبيكون فرح جميل جدا. وقت رمي البوكيه الكل واحد فيهم بياخد حبيبته علشان يكون هما اللي عليهم الدور في الجواز. وبس بينتهي المسلسل بتاعنا. اتمنى يكون عجبكم، مش تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم منا كل جديد. كنت معكم جيمي، سلام.